السلام عليكم، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. انا الحمد لله بخير وعلى خير. فنعرفكم عليا بالزربه، انا بشرى 21 عام، والا كنتي اول مره غادي تشوفني دير لايك الفيديو، سبسكرايب ويلا نبدا. اليوم غادي نهضروا على موضوع اللي كنتساووا فيه كاملين، الغني الفقير الصغير الكبير الناجح الفاشل، اللي هو الوقت، راس المال الحقيقي. ولكن المشكل انه بزاف ديال الناس كيضيعوه في التفاهات وكيجيو يتشكاو من قله الفرص، اولا كيقول لك انا ما لقيتش الوقت باش نحقق احلامي. وفي هذا الفيديو غادي نوريك كيفاش تحول وقتك لاستثمار ناجح، سواء في حياتك المهنيه او حياتك الشخصيه. والسؤال اللي كيطرح راسو هو علاش الوقت مهم؟ شوف خويا ولا اختي، الفلوس الا مشات ممكن ترجع، العلاقات الا سالاو ممكن انك تبني علاقات جديده، ولكن الوقت الا مشى راه ما كيعاودش يرجع. كل دقيقه كدوزها بلا هدف راك كتحيد لك الفرصه انك تصنع شي حاجه. ما كنقولش لك تصنع طياره ولا تصنع طوموبيل ولا تصنع هليكوبتر، المشكل انه بزاف ديال الناس كيدوزوا حياتهم بلا وعي، كيدوزوا 7 حتى ل 8 السوايع هما كيسكروليو في تيك توك، في انستغرام، في لي ريزو سوسيو، في يوتيوب، وكيهضروا مع ناس كيجيبوا لهم غير الطاقه السلبيه، وكيقول لك انا ما عنديش الوقت نتعلم نطور راسي، ما عنديش الوقت نحقق اهدافي ولا نحقق اكتفائي الذاتي. وهذه اكبر كذبه كتكذبها على راسك. راه مهم بزاف تكون كتعرف تحدد اولوياتك، ما يمكنش دير كلشي دقه واحده، ولكن يمكن تحدد شنو الحاجه اللي غادي تبدل حياتك بصح وتبدا فيها دابا. اول حاجه خصك تعرف شنو هما الاولويات ديالك في حياتك. دابا خذ ورقه وستيلو وكتب شنو هما الاهداف اللي باغي توصل ليها. واش باغي تطور شي مهاره؟ واش باغي تبدل خدمتك؟ واش باغي تصلح شي علاقه سالات؟ واش باغي تبدا بصحتك وتبدا دير سبور الى اخره؟ من بعد قسم الاهداف ديالك على حساب اولوياتك انت. الاولى عاجله اي مهمه، هاد الحاجه خصك تعتبرها مساله حياه او موت وخاصك ديرها في اقرب وقت. 2 مهمه ولكن ماشي مستعجله. 3 لا هي مهمه ولا مستعجله، زايده ناقصه، فحال درتيها فحال ما درتيهاش ما غتبدل حتى شي حاجه. نعطيك واحد المثال باش تفهم. مشيتي تفرجتي في واحد السيري مسلسل، وانت عندك قرايتك اولا عندك خدمتك اولا عندك بروجي ديالك خدام عليه، وهذاك المسلسل غادي يديلك ما بين 8 حتى 7 السوايع. وشوف تقدر تقول لي ما هو محله من الاعراب؟ انت شنو استفدتي منه من غير انه ضيع لك وقتك؟ ماشي بحال الا مشيتي قريتي كتاب 20 دقيقه اولا تفرجتي في فيديوهات مفيده بحال الفيديوهات ديالي. هذا هو الاستثمار الحقيقي اللي غادي يرجع لك بواحد النتيجه كبيره من بعد. تقدر ما تشوفهاش دابا ولكن غادي تشوفها النهار اللي تحتاجها. واحد الحاجه اللي كنديروها كاملين بينا اللي هي اننا كنخلطوا ما بين المهم وما بين المستعجل، ما كنعرفوش نفرقوا ما بين الحاجه المهمه وما بين الحاجه غير المهمه. تقدر واحد الحاجه انت كتبان لك مستعجله ولكن لا، هي غير مستعجله، يقدر يبان لك تاثيرها ولكن على المدى البعيد. ودابا غادي نجاوبوا على السؤال اللي كيطرح نفسه واللي اصلا دار عليه هذا الفيديو كامل، اللي هو كيفاش نحول وقتي لاستثمار ناجح. اولا خدم بتايم بلوكين. واتس تايم بلوكين بشرى؟ بشويه بلا ما تضربوني انا غنشرحها لكم. تايم بلوكين هي تقنيه لتنظيم الوقت، كتقسم فيها نهارك او الاسبوع ديالك لفترات زمنيه محدده، كل فتره كدير فيها نشاط معين. That's easy. يعني بلاصه ما تخلي لا جورني ديالك او لا سيمين ديالك تمشي هكاك عشوائيا، كتحدد شحال بالضبط ديال الوقت غادي تدوز وانت كدير ديك الحاجه. مثلا نعطيكم واحد المثال، من 9 الصباح ل 10 الصباح هاد الفتره ديال ساعه كتخصصها باش انك تجاوب على لي زيمايل اللي عندك، ومن 10 الصباح ل 11 الصباح كتخدم على البروجي ديالك اللي انت خدام عليه اولا كتقرا اولا كدير شي ريشيرش ولا شي حاجه هكا.
من 11 الصباح لحد 12 كترتاح. خاصكم تعرفوا بان تقنيه تايم بلوكين كتخليك تخدم بتركيز اكثر وكتخليك تخدم بطريقه منظمه. جوج، تقنيه بومودورو. بالنسبه لتقنيه بومودورو ديجا هضرت لكم عليها في واحد الفيديو قبل، فاللي كنتو انتريسي ترجعوا تشوفوه الا بغيتو. اشنو كتقول؟ هي انه كناخذوا نص ساعه ديالنا، ماشي نص ساعه في النهار كامل وانما نص ساعه. بغيت نقرا انا نص ساعه، غادي نقرا لمده ديال 25 دقيقه وكنرتاح 5 ديال الدقائق. غادي تبان لكم ايزي ولكن فريمون راه فعاله بزاف. ثلاثة اي حاجه كتشتت لك تفكيرك ما عندك ما دير بها. وشنو هي اكثر حاجه كتشتت تفكيرنا في هذا الوقت؟ بيان سور كو التليفون. اكثر حاجه كتشتت لنا تفكيرنا كنكونوا كنحفظوا حتى كنلقاو التليفون في يدينا، كيف درنا ليها الله اعلم. فالتليفون الا كان غادي يدير لك المشاكل، ديزاكتيفي نوتيفيكاسيون او لا طفيه انت كاع. اشنو غادي تخسر؟ جلس في بلاصه ترونكيل وخدم او لا حفظ. خاصكم تعرفوا بانه التليفون هو اكثر حاجه كتسبب لنا في المشاكل، والا نقصتي منه كون على يقين بلي غادي تلاحظ واحد الفرق كبير. 4، كيفاش نتغلب على التشتت ونقدر نركز على اهدافي. دابا غادي نهضر لكم على واحد الحاجه اللي انا شخصيا كنديرها، هي انه نكتب 3 goals كل نهار. كنقولش لكم شي حاجه اللي خارقه لقوانين الطبيعه. 3 goals اللي عارف راسك غادي يجي فين يسالي النهار غادي نكون حققتهم. ما كنقولش لك كتب نشري جي كلاس ولا نشري فيلا ولا شي حاجه، نو. كتب اي حاجه كتحس براسك باللي قادر ديرها ولكن انت كتجيك صعيبه شي شويه. ما تبقاش تاجل، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، حيت داك غدا ما عمره ما غادي يجي. ما تقولش حتى الغدا نحفظ، ما تقولش حتى الغدا ندير هاد الحاجه، حيت الا ما حيدتيش العجز ما تحاولوا ما تعلموش العجز. ماشي العجز ما نتعلموش انا اصلا. حيدوا من حياتكم الناس اللي عندهم هذا خاوي، عندهم في بلاصتو حجره. للمره الالف غادي نقول لكم 10 ناس عندهم نفس اهدافكم. كنقولش لك نفس اهدافك يعني كوبي كولي، داكشي اللي بغيتو انا خصو يكون عند صاحبتي ولا عند دري خصو يكون عند صاحبي، لا، ولكن 10 ناس عندهم النفس على حياتهم، كتضربهم النفس على راسهم. لاي واحد كيتفرج دابا بغيت نقول لك راه ما خاصكش الفلوس باش تبدا، وما خاصش يكون عندك الوقت زايد باش تبدا، وما خاصكش معجزه. كلشي كيبدا نهار انت كتقرر تستثمر وقتك، نهار انت كتقرر تبدا. الفرق بين الناس الناجحين والناس الفاشلين ماشي في الذكاء ولكن في الاختيارات اليوميه ديالو، في الوقت كيفاش كيستغلوه. وإلا بغيتي تبدل حياتك بدا دابا، ماشي غدا وماشي السيمانه الجايه. حدد الاهداف ديالك، ركز على الاولويات ديالك واستثمر في وقتك بطريقه ذكيه. القرار بين يديك، ما تضيعش وقتك في التفاهات، وشوف كيفاش حياتك غادي تتبدل وللافضل. الا وصلتي حتى لهنا بغيت نقول لك شكرا بزاف على وقتك الذي لا يقدر بثمن. شكرا على اخر فيديو حطيته، شكرا بزاف على لي لايك، على لي كومونتير ديالكم زوينين صراحه. كنشوف كل شيء وان شاء الله جاي الخير، جاي الفيديوهات احسن من هادو بزاف. شكرا على دعمكم، على اي حاجه زوينه. تابعوني على الانستغرام، تما كنخلي فيديوهات قصار على هنا. نشوفكم على خير ونشوفكم في فيديو احسن من هذا. خليتكم على خير، باي باي.